هاي ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هيكون عن Q&A او هرد على الاسئله اللي انتوا كتبتوها لي من فتره كده. نزلت لكم بوست على المنتدى وقلت لكم تكتبوا لي كل الاسئله اللي انتوا عايزين تعرفوها عني او اي سؤال حابين تسالوه. ففي شويه اسئله جت فحبيت ان انا ارد عليهم النهارده. وبس كده من غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبتدي بالاسئله البسيطه اللي هي السهله يعني الاسئله البديهيه اللي معظم الناس بتسالها عني برضو. فيلا بينا نشوف. اول سؤال طبعا واكتر سؤال اتسال وهو انت في سنه كام او انت عندك كام سنه. طبعا بعيدا عن كل حاجه ان انا يا جماعه عندي برضو والله فاستحملوا صوتي شويه. المهم انا عندي 15 سنه وفي اولى ثانوي. تاني سؤال من نور، ايه هو لونك المفضل؟ بصوا بصراحه انا مش من الناس اللي بقول مثلا انا بحب اللون ده يبقى مثلا مش هلبس غيره ومش هستخدم غيره خلاص بقى كده. لا انا بالعكس انا بحب كل الالوان وبحب البس الوان كتير وبحب استخدم الالوان في حياتي. فلا يعني ما عنديش لون معين بحبه، بس بميل اكتر للالوان الهاديه اللي ما بيكونش فيها يعني ضوء اكتر او ما بتكونش فاقعه. بحب الحاجات الهاديه. ايه اكتر ماده بتحبيها؟ مش عارفه بصراحه، يعني بشوف ناس قوي اللي هو بتقدس ماده معينه، الماده دي انا هذاكرها طول عمري مثلا او انا بحبها او كده. بس ما اعرفش، انا ما عنديش ماده معينه بحبها، بس بحب المواد العلميه. وبصراحه السنه دي يعني داخله اولى ثانوي وكده، فالمواد العلميه اتقسمت معايا الفيزياء وكيمياء واحياء. فألذ ماده معايا هي الكيمياء بصراحه، مع ان في ناس كتير بتختلف على الموضوع ده بس انا بحب الكيمياء يا جماعه. تاني سؤال، هما ازاي اهلك وافقوا ان انت تعملي قناه على اليوتيوب؟ بصوا بصراحه انا اول ما بدات يوتيوب خالص اصلا، يعني هحكي لكم القصه من الاول بقى، اسمعوا من الاول يا سلوى. اول حاجه بدات على اليوتيوب على قناه قديمه خالص. القناه دي تقريبا معرفش بصراحه موجوده دلوقتي ولا ايه، يعني هي بصراحه قديمه قوي يعني من زمان قوي، كنت لسه صغيره اصلا بصراحه، مش فاكره حتى ساعتها كان عندي كام سنه بس كنت صغيره قوي. بدات على القناه دي كنت بنزل فيديوهات عادي، حتى ساعتها ما كنتش لسه اتحجبت، كنت لسه صغيره خالص. كنت بنزل فيديوهات عاديه يعني مثلا. انا بصراحه وانا صغيره كنت بحب اعمل اعمال يدويه قوي، فكنت بحب بنزل الحاجات اللي انا بعملها يعني وكده. المهم عشان ما اطولش عليكم، القناه دي حصل فيها مشاكل وما كملتش عليها، ووقفت فتره كبيره برضو. وبعد كده بقى رجعت تاني على القناه دي. بدات بقى ان انا انزل فيديوهات وكده. بصراحه اهلي ما كانوش معارضين خالص مع الموضوع. الفكره ان هو اول ما بدات خالص على القناه القديمه هم ما كانوش عارفين اصلا يعني ايه بقى يوتيوب ويعني ايه الكلام ده ويعني ايه نقدر ننزل فيديوهات وكده. فهم لما بداوا يشوفوا الموضوع وكده، بالذات مامتي هي اللي دورت في الموضوع وكده وعرفت يعني ان هو حاجه مش وحشه. بالعكس هي بقى بدات تشجعني وكده، وهي يعني من اكبر الداعمين ليا وبحبها جدا يعني. وما بقولش برضو ان انا ما واجهنيش صعاب في الموضوع، بالعكس ده في يعني حاجات كتير حصلت بسبب القناه دي. فهي الفكره كلها ان هو بيبقى خوف، ان هم خايفين عليكم من اي مشكله تحصل من اي من المجتمع الغريب ده، ان انتوا تدخلوا في مجتمع، لان اليوتيوب والسوشيال ميديا عامه مش حاجه سهله او مش مجتمع يعني لذيذ كده، فاهمين؟ وخصوصا لما تتعمقوا فيه اكتر بقى وتبقوا من المشاهير بالذات، فهي بجد مش بتبقى حاجه سهله خالص. فاي منع او اي مثلا رفض من الاهل بيكون سببه الخوف مش اكتر، مش سبب ان هم مثلا مش مؤمنين بيكوا او مش حابين ليكوا النجاح، بالعكس ده هم اكتر ناس نفسهم يعني يشوفوكوا ناجحين. السؤال اللي بعده من رحمه ياسر، انت من فين؟ انا من مصر محافظه الدقهليه. الاسئله اللي بعد كده من ريم محمد، سالت برضو لونك المفضل، جاوبنا عليه. يومك المفضل، مش عارفه هي قصدها يوم من ايام الاسبوع ولا ايه، بس عامه انا اكيد بحب الايام الاجازه، فبحب يوم الجمعه قوي. وبحب كمان الايام اللي هي فاهمين بتكون يعني فيها شغل وكده بس في نفس الوقت ما يكونش فيها ضغط يعني. لكن الايام اللي مضغوطه فيها اكيد ما بحبهاش، زي مثلا يوم الخميس بجد بكون مضغوطه قوي، بيكون عليا دروس وبيكون عليا مذاكره وكده. بس الحمد لله يعني مجرد ما اليوم ده بيخلص انا ببقى مبسوطه قوي. فببقى حاطه في دماغي جمله كده في اي وقت صعب بيعدي عليا، اسمها هذا الوقت سيمضي. يعني مثلا لو انا في وقت صعب الجمله دي مجرد ما افتكرها بحس خلاص انه كده كده كل حاجه هتعدي، فمهما حصل كده كده الوقت ده هيخلص. وبرده لما بكون في لحظه حلوه الجمله دي بتحسسني برضو انه يعني مش انا دايما هفضل مبسوطه، فده بيخليني دايما يعني استمتع اكتر بالحاجه اللي انا مبسوطه بيها، وفي نفس الوقت يعني ما تمداش في ان انا مثلا اكون مبسوطه قوي، لان كده كده السعاده دي هتخلص. ممكن يجي بعدها حزن تاني، بعد كده يجي سعاده تاني، بعد كده يجي حزن تاني، عادي هي دي الدنيا وهي دي الحياه، وكل حاجه ليها فتره معينه. فجمله هذا الوقت سيمضي دي جمله يعني حلوه قوي، وانا واخداها مبدأ في حياتي ومريحاني قوي. مادتك المفضله، قلنا برضو انا مش من الناس اللي بحب ان انا يعني يكون عندي ماده مفضله معينه، بس بحب المواد العلميه اكتر. استلمت التابلت ولا لا؟ استلمته مستلماه من الاسبوع اللي فات، بس لسه اللي هو الكود والحاجات دي ما اتفعلتش طبعا. السؤال اللي بعده، نفسك تدخلي كليه ايه؟ بصوا بصراحه انا بحب قوي المواد العلميه وبحب الحاجات دي. وفي مثل كده او مش مثل بس اللي هو بيقولك بقى الناس المتفوقين بيدخلوا طب وكده، بس بالعكس انا مش هدفي ان انا عايزه ادخل كليه طب ان انا متفوقه او كده. بالعكس ممكن اكون متفوقه بس انا بحب المواد الادبيه، بس لا انا بحب المواد العلميه وبحب مجال الطب وبحب ان انا يعني اقرا فيه حتى من دلوقتي.
فهدفي بصراحه ان انا ادخل كليه طب ان شاء الله، فادعوا لي يعني. بس انا مقتنعه 100% انه كل ما البني ادم بيكبر يعني ممكن طريقه تفكيره تختلف، اهدافه تختلف، فممكن كمان سنتين يكون حلمي حاجه تانية او هدفي حاجه تانية. المهم ان انا دلوقتي انا عندي هدف وانا بسعى عشانه، سواء بقى الهدف ده اتغير بعد كده فانا اكيد برضو هفضل اسعى عشان احقق الحاجه اللي انا عايزاها. الاسئله اللي بعد كده من نور جيمر. السؤال الاول، لونك المفضل جاوبنا عليه. عندك كام اخ واخت؟ عندي اخت وعندي اخ وانا الكبيره على فكره. حلمك توصلي كام مشترك؟ بصوا بصراحه انا ما بقيسهاش بالمشتركين، يعني انا دلوقتي يعني مبسوطه قوي بالناس اللي بتشوفني، ان انا في يعني ناس بتشوفني وبتتفاعل معايا وبتكتب لي كومنتس وكل الكلام ده، ويعني حابه تعرف عني وبتستفاد مني وكل الكلام ده. فهدفي مش عدد ناس او مش كميه ناس، يعني ممكن يكون عندي مشتركين كتير بس انا الناس مش بتحبني، الناس عامله لي سبسكرايب بس عشان تدخل مثلا تشتمني او كده، يعني ربنا يعني يبعد عنا اي حاجه وحشه. بس الفكره كلها ان انا مش هدفي كميه الناس قد ما هدفي ان الناس دي تكون بتستفاد مني، تكون بتحبني بجد. يعني الحمد لله حب الناس دي حاجه يعني كبيره جدا، وربنا يعني يجعل فينا القبول ويحبب فينا خلقه زي ما بيقولوا. ومش هدفي بصراحه ارقام خالص، بس هدفي طبعا انه القناه تكبر وافيد ناس اكتر وناس تعرفني اكتر، يعني لان دي الحاجه اللي انا بحبها وعايزه ان شاء الله انجح فيها. بس احبك، انت كيوت قوي وطيبه وتستحقي تكوني اكتر من مشهوره، وبحبك. ميرسي جدا يا نور، انت جميله جدا وكلامك جميل. السؤال اللي بعده من مريم عبد الإماجد. مريم عبد الإماجد او حاجه كده يعني، او مش عارفه، المهم يعني ان السؤال جميل. اولا يا مريم، ازاي اتخلص من الافكار السلبيه وقت المذاكره، زي مش هلحق اخلص، مفيش وقت، او عمري ما عملت حاجه للاخر، عشان الافكار دي بتفضل دايما تجيلي وانا بذاكر، حقيقي مش عارفه اعمل ايه. بصي مش هقولك ان يعني كلنا مش بيجيلنا الكلام ده، لا كلنا بيحصل معانا كده، ودي حاجه تطمن جدا ان ده شيء طبيعي بيحصل مع كل الناس. انا بالذات كان بيحصل معايا لما كنت في ثالثه اعدادي، عشان ثالثه اعدادي بقى وخوف الناس والكلام ده، مع ان هي بصراحه انا دلوقتي عديت ثالثه اعدادي وانا دلوقتي في اولى ثانوي. بجد ثالثه اعدادي دي يا جماعه سنه يعني سهله جدا، تافهه جدا، مش مستاهله كل الكلام ده. وفي الاخر ان شاء الله اللي عايز حاجه ربنا هيكتبها له يعني، فما تزعلوش. وخلاص طالما ربنا كتب لك حاجه اعرف ان هي دي يعني احسن حاجه بالنسبه لك، سواء بقى ثالثه اعدادي ثالثه ثانوي، اي حاجه في الحياه يعني عامه. الفكره بقى اللي كانت بتخليني اتخلص من الافكار السلبيه دي هي ان انا كنت ببص لربنا وبشوف مجهودي اللي انا عملته، وبقعد اقول ان ربنا عمره ما هيضيع مجهودي. فهي كلها في الاول وفي الاخر ثقه بالله، وبعد كده ثقه بالنفس برضو، ان انا عارفه انا عملت ايه وان شاء الله ربنا هيجازيني عليه مثلا. تاني حاجه هي التنظيم، ان انا اكون مخططه ومنظمه للحاجات اللي ورايا، فانا اصلا عارفه الدنيا ماشيه ازاي، فمش مديه مجال للغلط او مش مديه مجال للتوتر. بس برضو لما يحصل لي اي حاجه زي كده، اي توتر، احس باي احساس وحش، ما اكبتش في نفسي، مثلا حاسه ان انا عايزه اعيط مثلا، اعيط ما فيهاش اي مشكله. انا اطلع اللي جوايا، اتكلم مثلا مع مامتي مع اختي مع اي حد، يعني اطلع اللي جوايا معاه عشان ما اكبتش جوه نفسي، لان كل الحاجات دي بقى بتفضل تتراكم لحد ما تنفجري مره واحده. فلا، ما تكبتيش في نفسك اول حاجه. تاني حاجه خليكي واثقه في ربنا زي ما قلنا. خططي للي وراكي واثبتي لنفسك قد ايه انت تقدري تعملي الحاجه دي يعني باحسن طريقه ممكنه، وتحدي نفسك في الحاجات دي. يعني مثلا انا ما بعرفش مثلا اذاكر الدرس ده، او الدرس ده صعب بالنسبه لي، او انا ما بعرفش اجيبه مره واحده مثلا اذاكره مره واحده، لا اتحدى نفسي واعمل ده عشان انا قد ده وانا استاهل ان انا اتعب. او هدفي اللي انا حاطاه، يعني لازم يكون قدامك هدفي اللي انا حاطاه قدامي ده يستاهل ان انا اتعب عشان. سؤال تاني من مريم برضو، نصيحة اتعلمتيها كان نفسك حد يقولها لك؟ بصوا هي النصيحة دي بالدنيا كلها قسما بالله، وهي ان انتوا ما تركزوش لكلام حد، ما تركزوش لكلام حد، ما تركزوش لكلام حد، ما تسمعوش لكلام الناس. اي حد يقول لكم مثلا يعني حاجة، انتوا مثلا بتعملوا حاجة مختلفة شوية او حاجة مش موجودة او مش شائعة في المجتمع بتاعكم، طول ما انتوا واثقين ان انتوا بتعملوا حاجة صح، طول ما انتوا واثقين ان انتوا بتعملوش حاجة غلط، طول ما انتوا واثقين ان انتوا بترضوا ربنا، يعني نيتكم خالصة لربنا كده، يبقى خلاص ما تخافوش ان انتوا تقولوا رايكم، ما تخافوش ان انتوا تبينوا الحاجه اللي انتوا بتعملوها للناس طالما هي مش غلط. فهي دي بجد اكتر نصيحه فرقت معايا في حياتي، وخلتني عندي قدره اقدر ان انا اعمل الحاجات اللي انا بحبها من غير ما اخاف لمجرد بس ان انا خايفه الناس تقول ايه او ده هيقول ايه. لا، بقيت خلاص اعمل الحاجه اللي انا بحبها واللي انا عايزاها في اي وقت في اي مكان، طول ما انا واثقه ان انا ما بعملش حاجه غلط. تاني سؤال من ايمان اشرف، افضل سنه دراسيه بالنسبه لك؟ بصراحه ما عنديش سنه اللي هو السنه المفضله، يعني انا السنين الدراسيه كلها بالنسبه لي كانت سنين عاديه، عدت اتعلمت منها، كان فيها ضغط في المذاكره شويه اوكي زي ثالثه اعدادي زي ما قلنا، بس عادي كل حاجه بتعدي وكل السنين بتعدي. ما اعرفش بصراحه، ما عنديش سنه دراسيه مفضله، بس انا كنت بحب اولى اعدادي قوي، مش عارفه ليه يعني. حاسه انها سنه كويسه مع ان حصل لي فيها حاجات برضو مش احسن حاجه، بس حاسه ان هي سنه برضو لذيذه، ويعني من اكتر السنين اللي حصل لي فيها مواقف فاكراها لحد دلوقتي. سؤال تاني من ايمان اشرف برضو بتقول ايه طريقتك في مذاكره الفيزياء والكيمياء؟ عشان انا ما بعرفش اذاكر واحل عليهم خالص.
بصي، هي الفكره كلها ان احنا لسه برضو جداد في اولى ثانوي وكده. لو انت في اولى ثانوي يعني شكلك في اولى ثانوي. المهم يعني انه لسه يعني احنا زمان كنا بناخد الثلاث مواد اللي هم الفيزياء والكيمياء والاحياء على انهم ماده واحده وهي العلوم. كنا بناخد معلومات كده على السريع يعني، ما كناش بنتعمق. ففكره بقى ان ماده واحده تتقسم لثلاث مواد مره واحده، الموضوع صعب شويه. بس الفكره في الكيمياء انا بذاكرها ان انا المستر بيحل معانا نوع مسائل في الحصه، انا بحل معاه يعني. بصراحه مش بطنش اي مساله هو بيكتبها على السبوره، لازم يعني هو مثلا بيحل مثال وبعد كده يقول لنا حله بنفس الطريقه عامه يعني. بيكتب لنا مساله تانية بحلها وبوري له، غلطت برجع اصحح تاني واوري له. المهم ان انا اطلع الناتج صح في الاخر واعرف خطوات الحل. بروح البيت الواجب اللي هو بيديه بحله على طول يعني. تقريبا واجب الكيمياء يعني مفيش ولا مره ما عملتوش في نفس اليوم اول ما اروح بجد يعني. عشان كده بحبها والله العظيم وماشيه معايا حلو يعني. ده طبعا جزء المسائل بقى في الكيمياء والكلام ده. الجزء النظري اللي هو الباب الاول كله يعني كلام حفظ كده، بصراحه ما يعني مش مهم خالص. الفكره كلها انت تعرفي تحلي مسائل، تعرفي اللي هو تكوين المعادلات والحاجات دي، هي دي اهم حاجه. وحل المسائل طبعا عشان هي يعني الباب التاني كله يعني. وبالنسبه للفيزياء برضو فهي كلها والله مواد محتاجه حل كتير بس عشان خاطر نمشي فيها. انا بقولكيش بصراحه ان الفيزياء ماشيه معايا احسن حاجه، بس الحمد لله بعرف احل فيها وماشيه فيها يعني برضو. حتى لو مثلا الواحد ممكن يكون يعني بيقع شويه في شويه مسائل، بس عادي، واحده واحده هنيجي في الاخر هنلمها ان شاء الله يعني. فما تخافيش، اهم حاجه ان انت تكوني يعني من جواكي انا عامله اللي عليا، فان شاء الله ربنا هيوفقني. حاولي ان انت لو بتروحي المدرسين ما بتفهميش منهم ما تكمليش معاهم، عشان المواد دي لازم تتفهم حرفيا. وحلي بقى زي ما قلنا في نفس اليوم يعني. بجد واجب الفيزياء والكيمياء والرياضه هما اهم 3 واجبات انا باخدهم لازم اروح اذاكرهم في يومها. وهي عامه كل المواد لازم تروحي تذاكريهم وتحلي عليهم في يومها، بس بجد الفيزياء والكيمياء والرياضه هم اهم 3 مواد لازم تروحي تحلي عليهم في يومها، عشان هم عليهم مسائل وطريقه حل المسائل يعني. لو ما طبقتيش عليها في نفس اليوم هتنسيها. السؤال اللي بعد كده برضو من ايمان اشرف بتقول ازاي نقدر نبقى ملتزمين بالتودو ليست. بصوا بصراحه انا مش من الناس اللي كنت بستخدم التودو ليست كتير في حياتي، بس لما بدات استخدمها بجد فرقت معايا قوي. انا بصراحه مش بستخدمها كل يوم، بس بستخدمها في الايام اللي عندي فيها مهام كتير واللي عندي فيها حاجات خايفه ان انا انساها او كده. فبجيب ورقه وقلم وبكتب الحاجات اللي انا عايزاها بقى، وببتدي ان انا لا كل ما اخلص حاجه اعمل عليها صح. وبصراحه جربتها في اوقات كتير ونفعت معايا جدا، كانت كويسه جدا. فكره ان انا بقى ازاي التزم بيها، مجرد اصلا ما انا زي ما بقولك ما بعملهاش كل يوم، بعملها بس في الايام اللي فيها حاجات يعني حابه ان انا اخلصها، ورايا حاجات كتير فخايفه انساها فبكتبها. فكده كده انا ملزمه اعمل الحاجات دي، لان هي دي الحاجات اللي ورايا وهي دي الحاجات اللي انا كنت خايفه اضيعها. فالفكره كلها ان انت ما تكونيش عامله تو دو ليست تعجيزيه او تو دو ليست انت يعني مش واثقه ان انت هتكمليها. طب ما عاملاها ليه؟ لا، اعملي تو دو ليست فيها حاجات انت يعني محتاجاها اصلا، محتاجه تعمليها، وحياتك مش هتكمل غير لما تعمليها من الاخر، فهتجبري نفسك ان انت تنفذيها. اخر سؤال من ابو عمار، وهي بنوته على فكره قالت لي في الكومنتس قبل كده انها بنوته ازاي بتعملي برمجه للفيديو. طبعا قصدها على الايديت وكده. انا بصراحه بعمل ايديت للفيديو بتاعي على الموبايل ببرنامج كين ماستر. بصراحه هو من اسهل البرامج اللي انا جربتها للمونتاج يعني. انا جربت برامج مونتاج كتير جدا، ده اسهل برنامج انا جربته. ممكن تجيبه بقى من على اليوتيوب وتجيبوا طريقه التعديل بيه. بصراحه انا يعني قعدت حبه حلوين على ما اتعلمت بقى ازاي امنتج فيه بسرعه وكده، بس هو الواجهه بتاعته سهله خالص وطريقه التعديل فيه سهله. الفكره كلها ان انت تتعودي بقى عشان تعرفي بعد كده تعملي بسرعه يعني. وبس كده، وده كان فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا من الكلام اللي انا قلته، ويا رب يعني اكون جاوبت على كل الاسئله اللي انتوا كان نفسكم تعرفوها عني. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، باي.